عايشين في بيت وعيوننا في بيت غيرنا. احنا في زمن البيوت فيه بقى بتتخرب مش بسبب خناقة حقيقية. البيوت بقت بتتخرب بسبب فيديو مدته 30 ثانية على الانستجرام. تلاقي البنت قاعدة بتقلب ريلز على السوشيال ميديا، تشوف بلوجر جوزها جاب لها هدية ب100,000 جنيه مثلا، أو عمل لها مفاجأة سفر، فتقفل الموبايل وتبص لجوزها أو خطيبها الشقيان وتقول في سرها كده: شوف الرجالة مش اللي عندي. وفي المقابل الشاب يقعد يتفرج على صور فلترات وموديلز، فيرجع لمراته في البيت ويشوف فيها كل العيوب ويزهد في النعمة اللي في ايده. في حلقة النهاردة من ميزان العلاقات هنعرف ليه الوهم المصنوع على شاشات بقى سبب في طلاق وفسخ خطوبة آلاف البيوت. وركزوا معايا جدا، لأن الحلقة دي هتفوقك قبل ما تهد بيتك بإيدك. المحور الأول في حلقتنا النهاردة اللي حابين نتكلم فيه فخ الكمال المصنوع. تعالوا بينا نشوف الكواليس المدارية خلف الفيديوهات المثالية. خليني اقول لكم البلوجرز بيبيعوا لك مشهد ممثل بفلتر اضاءة، ومحدش بيصور خناقاته ولا الديون اللي عليه ولا لحظات الجفاء اللي بيعيشها. لما تقارني واقعك بالكامل بافضل 10 ثواني في حياة غيرك، انت كده بتقتلي الامان والرضا اللي في قلبك. المحور التاني في حلقتنا النهاردة عقدة النظرة المريضة. الشاب اللي بيطلق عينه في اجساد وفلاتر الشاشات وبعدين يطالب مراته تكون صورة طبق الأصل من بنت السوشيال ميديا. النتيجة هنا بيكون عدم غض البصر بيورث جفاء عاطفي، بيخليك تشوف مراتك اللي بتتحمل معاك ظروف الحياة وقرف الأيام كأنها غير كافية، وده مرض نفسي وأخلاقي. المحور الثالث في حلقتنا الميزان الشرعي والنبوي، نعمة القناعة وغض البصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الدين حط قانون حماية البيوت: الرضا والقناعة وغض البصر. لأن صدقوني عين الإنسان لو ما اتملتش بالرضا مفيش مال ولا شكل في الدنيا هيملاها. ايه رأيكم بقى نكتب على روشتة جميلة كده وازاي تنقذ بيتك من التسمم الرقمي؟ اول حاجة نعملها نلغي متابعة الحسابات اللي بتستفز عدم الرضا والمقارنة. تاني حاجة قانون الاستبصار بالنعمة، يعني نركز على المزايا الحقيقية والمعدن الأصيل لشريك حياتنا: الجدعنة والحنية والأمان اللي ما بيتصورش أبدا بفلاتر. تالت حاجة خصوصية البيت، نتفق مع بعض إن حياتنا ملكنا ومحدش يدخل ما بيننا، وما نخليش أي صورة على السوشيال ميديا أو مقطع ريلز يغير حياتنا، ويكون عندنا يقين بالله ونرضى بالمقسوم اللي ربنا كتبه لنا. وأخيرا خليني أقول لكم إن البيت الحقيقي هو اللي فيه دفى وشقة وحب حقيقي، مش اللي فيه كاميرا وإضاءة وفلاتر. احموا بيوتكم من العين ومن الشك ومن المقارنات التافهة. انزل دلوقتي في التعليقات وقولي رأيك بصراحة. هل حسيت قبل كده ان السوشيال ميديا أثرت بالسلب على رضاك عن شريك حياتك؟ واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية من ميزان العلاقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.